أتمنى يكون للكلمات أثر وتخفف الهموم اللي مش من المفروض إنها تكون مسيطرة عليك من الأساس. غمض عينيك مع الرشفة الأولى من مشروبك المفضل واسمع فقط. مش محتاج أي حاجة في اللحظة دي غير إنك تكون بخير. كن بخير من الداخل. قرب من ربنا. كلنا بنتكلم عن الحياة بثقة وكأننا عارفينها تمام المعرفة وفاهمينها صح، لكن لولا وجود ربنا كانت هتبقى لعبة خسرانة ملهاش معنى. من حسن حظنا إنه موجود وأعلم مننا بكل اللي بيحصل في حياتنا. كل ما قربت من ربنا كل ما هيبهرك ويقرب منك أكتر. ربنا شايفك دلوقتي وعالم بحالك أكتر منك، وهو اللي عارف طريق الخروج من المشكلة أو من المحنة اللي انت فيها. فارمي همومك عليه واعمل اللي عليك وخليك واثق إنه هيتصرف في الوقت الصح المناسب اللي هو شايفه. الإنسان ممكن يضيع عمره كله وهو بيدور على الوظيفة الخيالية، بيدور في كل مكان ويخبط على كل الأبواب وينسى يصلي ويطلبها من ربنا. أو حد بيدور على زوجة مناسبة في كل مكان برغم إن ما بينه وما بينها في الحقيقة هي طلبة أو صلوة بيتضرع فيها ويقول يا رب. حد تاني بيلجأ للدكاترة برغم إن علاجه ممكن يكون مبلغ صغير خالص يحطه في جيب فقير. اتعود تقول كلمة ملناش غيرك يا رب. ملناش غيرك بيقولها سواق تاه في الصحراء وخلص منه الوقود والمية واتقطعت كل الاتصالات إلا اتصال السما. ملناش غيرك بيقولها مريض عجز الطب قدام وضعه وقرر الدكاترة انه خلاص هيحتضر. ملناش غيرك بيرفع بيها المظلوم ايديه للسما فينزل الانتقام قبل ما ينزل ايديه. قبل كل حاجة لازم تفهم بوضوح حقيقة ان ربنا قادر يغير كل شيء. فالخطوة الأولى لإصلاح الوضع أيا كان هي إنك تسلم لربنا احتياجك وتثق فيه. اللي هتسمعه دلوقتي هيلفت نظرك لحاجات انت كنت عارفها من قبل كده. هيفكرك بقيمة أهم شخص في حياتك، أكتر شخص بيفهمك. كلنا محتاجين الشخص ده وهو موجود فعلا في حياة كل حد مننا بدون استثناء. أكتر شخص بيعرفك هو اللي بيخلصك من أي أزمة. هو الشخص الوحيد اللي عارف ايه بيفرحك وايه بيزعجك. أكتر شخص يعرفك هو الأهم على الإطلاق. الشخص ده هو انت. هات ورقة وقلم واقعد مع نفسك وواجهها. اسألها ايه مصدر التعب. في البداية مش هتكون عارف، لكن خليك مصر وتفكر لحد ما توصل للإجابة. في النهاية غالبا هتكون الإجابة إنك كنت بتطلب من نفسك إنك تعمل حاجات أكبر من طاقتك، وهو ده سبب الكسل اللي قيدك ووقفك من سنين. افتكر إنك عارف نفسك كويس جدا، لكن ما تعرفش حقيقة الناس مهما كان قربك منهم. فاحذر من مقارنة نفسك بيهم. إياك تقيس حياتك بمقاييس شخص تاني. ما تسمحش لحد إنه يحسسك بالنقص تجاه نفسك اللي لو خسرتها هتكون خسرت كل حاجة. منطقيا مش هتقدر تعرف كل حاجة عن شخص غيرك. مش هتكون عارف ايه اللي بيشغل باله وايه هي همومه ومخاوفه. مش هتقدر تعرف تفاصيل حياته الخاصة وعلاقته بالناس المقربين. ما تحكمش عليه من كلام بتسمعه أو من صور بيرفعها، فكل ده في الغالب هو بالتحديد اللي هو عايزك تصدقه. صورته وتصرفاته اللي عايز يوصلهم للناس ممكن جدا تكون مزيفة أو فيها كتير من المبالغات. لازم يكون عندك يقين إن انت جواك كل الأدوات اللي ممكن تساعدك. فاعتمد على نفسك، وممكن تطلب المساعدة لو شايف إنك محتاجها، لكن افتكر إنها مجرد مساعدة. المجهود الحقيقي عليك أنت. خليني أحكي لكم قصة واحدة تعيسة في حياتها وفي المحيط الأسري اللي عايشة فيه محدش بيهتم بيها ولا بيحترمها. لكن بعد فترة البنت دي بتتغير كليا. بقت جميلة رشيقة شيك مبتسمة وفي عينيها لمعة، وبقت مقبلة على الحياة وبتتكلم بثقة. في البداية ممكن نفكر إن سبب التحول الكبير في شخصيتها وفي شكلها إنها اتجوزت شخص صالح عوضها عن بؤس العالم، أو إنها ورثت مبلغ كبير واشترت كل اللي نفسها فيه، أو ممكن يكونوا أهلها اتغيروا فجأة فعرفوا قيمة وجودها وبيقدروا تضحياتها،
أو ممكن تكون حصلت على وظيفة براتب مغري وظروف عمل أفضل من وظيفتها السابقة اللي كانت بتشتكي منها، لكن اللي حصل هو العكس تماما. لسه ما حصلش الزواج، أما الوضع المادي فديونها لسه بتخلص راتبها، أهلها ما تغيروش وكمان ما فرحوش باللي هي وصلت له أو حتى اهتموا بالتغيير الإيجابي اللي حصل لها. وظيفتها ما زالت فيها، ما زال المدير المتسلط موجود، مفيش حاجة من حواليها اتغيرت، وده اللي يخلينا نستغرب. لكن اللي اتغير هو نظرتها لنفسها. ما تستهونش أبدا بالتغيير الداخلي، الأمور العظيمة بتبدأ من الداخل. هي قررت إنها مش هتستنى حاجة من حد، قررت مش هتكون هي والمجتمع ضد نفسها، فقرر إنك مش هتقسى على نفسك حتى لو قصرت. فمفيش مشكلة، بكرة هتفهم الخطأ فين وتحاول تصلحه والدنيا تعدي. واستعين بالكتب، اتعلم ازاي تحب نفسك، اتعلم كمان ازاي تتفادى سلبية الآخرين. خليك إيجابي وبص للجانب المشرق حتى في أصعب المواقف. حسن نظامك الغذائي وتخلص من الوزن الزايد. حقق لنفسك التوازن اللي بتطمح ليه على مختلف أصعدة حياتك. اعمل كده علشان نفسك، ما تحاولش تغير رأي حد فيك، ما تستناش حد يسقفلك، ما تستناش التغيير يحصل من الخارج، لأن أصل التغيير بيبدأ من الداخل. كن بخير في مواجهة الحزن، ما تسمحش لحالة الحزن إنها تسرق نشاطك ورغبتك في الحياة. الحزن هو عدوك الأولى بالمقاومة، فما تسلملوش حياتك بالسهولة دي. في الحالة دي هتعمل حاجة من اتنين، إما إنك تقاوم أو تمثل إنك بتقاوم وتخدع الجميع بتمثيلك وأولهم أنت. اقف قدام المراية واقنع نفسك إن الشخص ده سعيد، عنده نعم كتير، ملايين من البشر بيتمنوا حياته وبيعتبروه محظوظ. وجودك في الحياة نعمة، وعيون ربنا بترعاك. انت محبوب وجميل، انت بخير وهتكون بخير دايما. النعم اللي عندك بتخليك مستهدف من الشيطان علشان يحزنك، فحارب كيده ووصله انك مؤمن وذكي وقوي ومحبوب وجميل. استجيب لفطرة المقاومة، ربنا خلقنا على مقاومة الصعوبات مش على الاستسلام. اسمع كده صراخ الطفل الرضيع، عايز يعيش، بيرفض الجوع، بيرفض البرد، وبيرفض الوجع، مش بيهدى إلا لما تحقق له الراحة. بص لملايين البشر يوميا وهم رايحين شغلهم الصبح مهما ساءت أحوالهم ونفسيتهم الداخلية. بص للاجئين الحروب في مخيماتهم الباردة اللي بيستبشروا بكل صحفي بيمر عليهم وبيتنقلوا إشاعات انتهاء الحرب بشغف. هي دي فطرة المقاومة اللي اتخلقنا عليها. اسمع لصوتك الداخلي المتألم اللي بيحاول يطلعك من الاستسلام والإحباط. فالمقاومة شجاعة أيا كان نوعها، هي الصوت اللي بيقولك هستمر في تعلم اللغة الإنجليزية حتى لو لسه ما استوعبتش حاجة. هي الصوت اللي بيقول هحاول تاني. هي الصوت اللي بيقولك كمل في البحث عن وظيفة أخرى ترضي طموحك وتعالجك من الإحباط. اجعل من الحزن وقود. من أجمل نتائج المشاكل والظروف الصعبة اللي بتتحط فيها إنك بتتعرف على قدراتك، وكأنك بتكتشف شخص تاني جواك اللي هو أنت، بصبرك وثباتك وقوة تحملك. هتلاقي نفسك متفاجئ ومعجب بشخصيتك اللي ما كنتش عارف إنها موجودة برغم إنك عشت معاها عمرك كله. ربنا اللي حطك في التحدي اداك القدرة على مواجهته. ما تسمحش لأي حد ولا حتى لنفسك إنك تشكك في قوتك. مهما كان اللي بتمر بيه مؤلم فهو حصل لغيرك وقدر يتجاوزه. دور على الناس اللي حصل لهم أحداث مشابهة لحالتك، هتلاقيهم موجودين في كل مكان، عايشين بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، بل كمان بينجحوا وبيتميزوا فيها. لكن احنا بنعيش واحنا مصدقين وهم اسمه العجز. اقتنعنا اننا ضعاف وما نقدرش نقلب الامور لصالحنا، اتعودنا نستسلم. لكن في الحقيقة احنا اقوى مما نعتقد، وانت اقوى من الظروف. محنتك مش نهاية العالم، الأزمات ما انتهتش من حياتك، وانت ما زلت حي بتتنفس. جسدك ما استسلمش
لسه عايز يعيش وبيطلب النوم والأكل، فلازم تعيش حياتك وانت قوي. لو كانت محنتك هي نهاية العالم ما كانش زمانك حي بتتنفس، لكنك في الحقيقة حي والعالم مستمر، فاستمر انت كمان. هل يعقل انك تعلن الانسحاب من جمال الحياة كلها لان بس شخص خذلك او ظلمك او ضايقك بأي شكل من الاشكال؟ الموضوع صعب جدا كمان، لكنك تقدر تتخطاه بعد ما تتجاوز حالة الصدمة الأولى. تقدر تكلم نفسك بعقلانية وتلملم بقايا روحك وتقف على رجليك من تاني وتستمر في الحياة. حاول تتحرك مع العالم اللي مش بيقف علشانك ولا علشان غيرك، لأن كده الحياة هتستمر وكل حاجة هتعدي. افتكر إن الزمن أو المدة اللي هتعيشها في كل الحالات، فأنت بإيدك تحسن جودة الوقت اللي بقيلك من عمرك وتواجه تحدياتك. فحزنك مش هيمنع مرور الوقت، كل خطوة بتخطوها لازم تكون للأمام. امشي مع الحياة في حلوها ومرها، سعيد كنت أو حزين، فكده هتعيش لحد النهاية المكتوبة. كل حاجة مستنيها تخلص وتعدي هتعدي بإذن الله. البنى هيكتمل، هتاخد الشهادة، الأطفال هيكبروا. اتعامل برفق مع أعصابك، كل اللي مكتوب انه هيحصل كده مفيش مفر. جملة واحدة تقدر تطلعك من الأزمات، بتقول إن الوضع مؤقت. فكر نفسك بيها حتى في التحديات اليومية البسيطة. درب نفسك على توجيه تفكيرك لحقيقة زوال الأمور بدل من التركيز على مشاعرك السلبية. والفكرة الأقوى في إقناعك بأن الوضع مؤقت هي إيمانك بأن ربنا قادر يخرجك من مكانك لمكان أفضل. مساحة الممكن واسعة. الممكن يا صديقي ممكن جدا، انت بس اديله فرصة. فالسعادة ممكنة جدا، الوظيفة المناسبة ممكنة، المشروع التجاري الناجح ممكن يحصل ويتحقق، والعلاقات السعيدة ممكنة. ممكن تنسى شخص ما أو تتعود على فراقه، وممكن تلاقي هواية تناسبك، وكمان ممكن تتخلص من الحساسية الزايدة. الأمور الممكنة لا تعد ولا تحصى. فهل من الممكن إنك تقتنع بده وتديله فرصة إنك تفكر فيه علشان بعد كده تلاقيه في حياتك؟ في اللحظة الأصعب اللي بتعتقد إنك استنفذت كل الصبر هتشوف العجب. هي قاعدة كونية زي نور الفجر اللي بينهي أشد ساعات الليل ظلاما كل يوم، زي المطر الشديد اللي بينزل من أكتر الغيوم كثافة، زي لحظات المخاض اللي بتسبق الولادة مباشرة. ما تحبطش قدام الباب المقفول، فالمفتاح الأخير في سلسلة المفاتيح هو اللي غالبا هيفتح القفل. ما تنسحبش من المعركة في آخر اللحظات. كن بخير وحافظ على نفسك. كلنا بنرتكب أخطاء سواء صغيرة أو كبيرة، الخطأ وارد. سامح نفسك واعترف بخطأك، في النهاية انت إنسان مش ملاك. قول لنفسك اللي حصل ما كانش صح، لكنه خلاص حصل وأخطأت. فين الغريب في الموضوع؟ سامح نفسك وما تخليش أخطائك أبواب للشيطان يدخلك منها ويقنعك إنك سيء فترتكب أخطاء تانية من المنطلق ده، وانت في الحقيقة شخص كويس وانت عارف كده. كل اللي حصل إنك في لحظة أخطأت، وانت أكيد آسف على الخطأ ده. فسامح نفسك على الماضي علشان تقدر تستمر في الحياة. حب نفسك، وبكررها تاني، حب نفسك. ابدأ مع نفسك صفحة جديدة المرة دي. بص للمراية بعين محبة، ركز على اللي بيعجبك، ادي نفسك الوقت الكافي للاستمتاع بالأمور اليومية العابرة. ما تتنازلش عن ممارسة حياتك بالطريقة اللي تحبها في أدق تفاصيل يومك. لون أيامك، اديها خصوصية وجمال. ما تشربش القهوة إلا في كوبايتك المفضلة، ما تلبسش إلا اللي يريحك ويعجبك. خلي مكانك مليان بعطرك المفضل. ما تتنازلش أبدا عن أجواءك الخاصة، وساعتها هتقدر تتجاهل اللي بيأذيك حبا في نفسك. اجتهد علشان تبقى أفضل ما يمكن حسب ظروفك وقدراتك. كل حاجة بتعملها في يومك لازم تكون مغلفة بتقدير الذات. كن بخير مع الآخرين، ما تستناش حاجة من حد علشان ما تضيعش وقتك في الانتظار ولوم الناس لو قصروا. ما تستناش منهم إصلاح أخطائهم وأخطائك، فالناس ممكن تتغير أو تنشغل أو تمل. لو ما قدرتش تحب نفسك للدرجة اللي تخليك حريص على تيسير أمورك، فما تستناش من حد إنه يحرص عليك قد ما كنت هتحرص أنت على مصلحة نفسك. وآخر حاجة، كن بخير ومارس مهارات السعداء.
فسر الأحداث أول ما تحصل بالخير. جرب تخلي ردة فعلك الأولية إيجابية، فبعض الأمور مش بتستدعي الانفعال الشديد. قبل ما تغضب من الحدث اللي أخرك عن حاجة معينة، جرب تبتسم وتحس بالامتنان وإنه ممكن يكون بعدك عن شر محتمل. في كل مرة يهجم عليك موقف سلبي، اهجم انت عليه بتفسير إيجابي. القوة الكبيرة في الخطوات الصغيرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تحط لنفسك أهداف واقعية وتنفذها تلقائيا بدون تفكير كتير. ادفع نفسك للبداية. لو لقيت نفسك هتكسل، اكدب على نفسك، قول لها هنذاكر النهاردة بس، دلوقتي بس، هنقرا في الكتاب بتاعنا صفحتين بس. لما بتنفذ الخطوة الصغيرة دي، هتلاقي نفسك بتقول أنا أقدر أعمل وأنجز أكتر من كده بكتير. الأهداف البعيدة بتتطلب خطوات صغيرة لكن مستمرة. التغيير العميق مش بيجي بين يوم وليلة، هو نتاج محاولات صغيرة مستمرة بشكل منتظم. هو الخطوات الصغيرة البريئة ظاهريا لكنها في منتهى القوة. وأخيرا يا صديقي، استمتع بالرحلة. اللي بيحصل لنا في حياتنا هو ردود أفعالنا على اللي حصل. احنا اللي بنختار ازاي نتصرف في مواجهة الظروف. بننتهز الفرص ولا بنأجل السعادة في انتظار تحسن الظروف؟ فنستنى التخرج أو الوظيفة أو المال أو الزواج أو الأبناء، وبعد كده نستنى الولاد يكبروا، أو نستنى التقاعد، ونفضل مستنيين الحياة المثالية علشان نسمح لنفسنا أخيرا بالشعور بالسعادة. الفرصة اللي انت مستنيها ممكن ما تجيش أبدا، لأن الهموم مش بتنتهي، وتتفاجئ إن أجمل سنين عمرك تاهت في زحمة الحياة. فبإيدينا نستغل اللحظات اللي بنحس فيها بتحسن، فنعمل حاجة ممتعة مع العيلة مثلا علشان نرفع رصيد الذكريات الجميلة. فالحياة أكبر من إنك تختزلها في الحدث اللي مستنيه من فترة، اللي ممكن في النهاية يحصل أو ما يحصلش. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.